مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه المتابعة أن يكون معنا سيد الوزير ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. سيادة الوزير أهلا بسيادتك معنا يا فندم. اهلا بيك يا عمرو بيه. سيادة الوزير، جولة سيادتك امبارح في نطاق مدينة الإسماعيلية ومركز فايد. أهم الأماكن اللي سيادتك تابعتها امبارح يا فندم. لا، هو انا عايز اقول لحضرتك الجوله اللي كانت في الاسماعيليه كان الغرض منها ان احنا بنستكمل المحور اللي احنا خدناه، وهو الوصول الى الاماكن اللي ما كانش بتندخل قبل كده. فاحنا واخدين المحور بتاع التلاتيني، فبادئينه من بورسعيد. كانت الجوله امبارح بتفقد باقي الاعمال في باقي هذا المحور، سواء بالتجريد او بازاله التراكمات او بالنظافه العامه وتقليم الاشجار. وقفنا وتحاورنا مع المواطنين وقلنا لهم يحافظوا بقى على المستوى اللي احنا وصلنا لهم الشارع بيه، والناس وعدونا بكده. فده شكل من اشكال الجولات المكوكيه اللي زي ما بيقولوا، او المتتاليه، اللي بنتابع بيها الاعمال اللي احنا وعدنا بيها في ما يسمى بالشوارع الخلفيه والاماكن اللي ما كانتش بتدخل قبل كده. الجزء الثاني من الجوله كان في فايد، وتحديدا في محطه الصرف الصحي اللي في فناره. ودي محطة ضخمة، بتعتبر توسعات للمحطة القديمة، بس هي تقريبا ضعف المحطة القديمة. الميزة في المحطة الجديدة ديت ان هي هتنهي على مشكلة أبدية، ومشكلة كانت بتؤرق محافظة الإسماعيلية من فترة طويلة، وهو الصرف الصحي الجائر من القرى السياحية ومبتدي المصايف على البحيرة. تمام. دلوقتي بالمحطه دي ان شاء الله هنصل ان احنا يبقى عندنا حل نهائي لهذه المشكله من خلال المحطه اللي سعتها 35,000 متر مكعب يوم. وهناخد معانا كمان القرى بتاعت كاسفريد وفناره وابو سلطان، جزء منها ناحيه البحيرات. باذن الله المحطه دي بانتهائها، وده متوقع خلال اسبوع او 10 ايام هتحل هذه المشكله ان شاء الله. إن شاء الله. سيادة الوزير ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، كتير من أهالي الإسماعيلية نفسهم الصورة الجميلة اللي وصلنا ليها تفضل موجودة دايما في كل شارع في الإسماعيلية. خطة سيادتك للمحافظة على ما وصلت إليه مدينة الإسماعيلية من جمال وتطوير وتحديث خلال الأيام الماضية. والله هو باختصار شديد الخطه مبنيه على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا عملنا حصر كامل لكل المكاسب اللي احنا كسبناها من الاعداد والتاهيل لحفل افتتاح قناه السويس. تمام. هذه المكاسب بعد حصرها بقت دلوقتي تعتبر جزء من اولويات كل رؤساء الوحدات المحليه على مستوى المحافظه، وكل واحد وقع في نطاقه وفي حدوده الاداريه اي مكسب من المكاسب ديت هو بقى مسؤول مسؤوليه كامله عن الحفاظ عليه والتاكد في عدم انخفاض المستوى بالنسبه له. ده محور. المحور الثاني ان احنا مش هنتوقف عند الحد اللي احنا وصلنا له. احنا حاليا شغالين بنضيف وبنضيف في اماكن اخرى ما كانش متوقعه، بحيث ان كل يوم جديد، كل يوم شغل في هذا الاتجاه، بحيث ان ننتهي في الاخر ان احنا نظبط الصوره ونعدل الوضع بالنسبه للاسماعيليه، وتصبح بالشكل اللي نتمناه كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. سياده الوزير ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، مكتب لمحافظ الاسماعيليه في المستشفى العام. هو المكتب ده اساسا مكتب خاص بمتابعه شؤون المستشفى من خلال مكان هيتواجد فيه ناس خاصه بالمحافظ، وانا بمر عدى عليه. المكتب ده يبقى اصحاب المشاكل داخل المستشفى العام مش محتاجين يدوروا على المحافظ فين عشان يوصلوا له شكوى. تمام. هيبقى في مكان دائم للمحافظ في المستشفى، سواء انا موجود او من ينوب عني في المكان منوب هيسجل ويقوم ويطلع معاهم ويتابع الشكوى الخاصه بالاداء داخل المستشفى. الجزء الثاني من اهميه هذا المكتب ان هو ان احنا واخدين على عاتقنا عمليه رفع كفاءه وتطوير للمستشفى. احنا عايزين نوصل بالمستشفى ان هو يبقى اداؤه وامكانياته نموذجيه. فالمكتب ده هيبقى مسؤول معايا عن متابعه اعمال التطوير ورفع الكفاءه. جميل. سياده الوزير ياسين طاهر، جولات دائمه ومتابعه لمشكله الصرف الصحي في حي السلام وشارع الدقهليه، وشكوى كانت دائمه من هذه المناطق على مدى السنوات الماضيه. هو انت طبعا حضرتك عارف
ان المنطقه ديت مشكلتها تعتبر مزمنه وعلى مدار فتره مش صغيره، والابراج وما تم اضافته من ابنيه ضخمه في منطقه الاسماعيليه في القطاع ده زاد من حده المشكله. انا عايز اقول ان احنا حاليا عملنا حل عاجل، وحاليا رايحين كمان في اتجاه الحل الحاسم لهذه المشكله. الحل العاجل ان احنا عملنا بداله وشغاله على طول على مدار ال 24 ساعه، قللت بنسبه كبيره موضوع المشكله. لكن في حل كامل ان احنا خصصنا قطعه ارض هيتحط فيها محطه رفع سريعه هتتركب، وهترفع الزوايد من خطوط الانحدار اللي موجوده في الاتقان وترميه على خط الطرد الرئيسي، بحيث ان شاء الله مش هيحصل حاله من حالات التدفق. المنطقه دي اساسا منخفضه بطبيعتها، فاي زياده في التصريفات بتلطش في المنطقه ديت وبتنزل عليها. احنا بالمحطه الرفع ديت هننهي المشكله بنسبه كبيره ان شاء الله. سيادة الوزير، منطقة سوق الجمعة ومقرر الانتهاء من تطوير هذه المنطقة امتى فندم؟ هو 6 اشهر ان شاء الله. احنا إن شاء الله. سلمنا الموقع للشركه، والشركه حلقت على الموقع، وكان في بعض اشغالات ازلناها، وانا نزلت بنفسي حضرت يوم التسليم بالنسبه للشركه. الشركه دخلت المعدات دلوقتي وبدات تشاور بعض المهمات الخاصه بالعمل، واحنا متوقعين ان شاء الله يعني 6 شهور من العمل المتواصل هننهي انشاء سوق نموذجي في سوق الجمعه ان شاء الله. سيادة الوزير ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، شلت على عاتقك مسؤولية افتتاح مرة أخرى مسجد أبو بكر الصديق في حي أول في محافظة الإسماعيلية. وصلت الأعمال لغاية فين يا فندم؟ لا والله تفصيلا مش عارف وصلت لغايه فين، لكن انا عارف ان الملف اتحرك وان المقاول هددناه وبلغناه ان احنا هنسيل خطاب الضمان بتاعه، وهنعمل اعمال على مسؤوليه على التكلفه على حسابه. انا تخيلي ان الاعمال على اخر معلومه وصلتني وصلت لحدود 70% من المطلوب، ولكن متبقي بعض الاعمال هنتابعها مع الاوقاف ان شاء الله. سيادة الوزير، جمال وخضرة وتطوير كبير جدا على الطريق الدايري بيشيد بيه أهالي الإسماعيلية، خاصة بالليل لما بينزلوا في الحر ويهربوا من الحر في الجناين الجديدة والمسطحات الخضراء الجديدة اللي تم إضافتها مؤخرا في وجود حضرتك كمحافظ للإسماعيلية. الاهتمام بهذه المناطق يا فندم وزيادة المسطحات الخضراء في محافظة الإسماعيلية، لفين هذا الكلام واهتمام سيادتك بهذه المنظومة؟ هو اول حاجه لفين لكل منطقه تسمح بان احنا نقدر نعمل فيها الكلام ده ان شاء الله هنخشها ونعمل فيها نفس القصه، وهنتوسع بشكل كبير في عمليه اضافه هذه الامور. لكن انا عايز استغل الجزئيه اللي انت طرحتها دلوقتي واقول ان احنا في جزء بقى يقع على عاتق الساده المواطنين في الحفاظ على المكاسب ديت عشان تفضل وتستمر ويستمتعوا بيها على مدار الفترة اللي جاية وعلى مدى طويل من الزمن بالحفاظ عليها إن شاء الله. سيادة الوزير ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، قلق للمواطن الإسماعيلي حاسس بيه خلال هذه الأيام من ازدحام شديد جدا لأهالي المحافظات المختلفة على مصلحة الأحوال المدنية في الإسماعيلية لتعديل العناوين الخاصة بهم للحصول على فرص عمل أو على شقق أو على أي مميزات أخرى تتميز بها محافظة الإسماعيلية في ظل وجود سيادتك في هذه الفترة على رأس الجهاز التنفيذي لهذه المحافظة. لا، وانا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره. اولا الموضوع ده برضو على محورين. المحور الاولاني ان ما قيل هو مبالغ فيه شويه ويمشي تبع الاشاعات المغرضه، لان هو اساسا الوحدات الاحوال المدنيه عليها اقبال لاستخراج شهادات ميلاد، لان تصادف وجود اكتر من مناسبه بتخلي الناس كانت شهادات الميلاد والتموين والاقبال على الكليات العسكريه والمدارس الابتدائيه والكيجيهات. كل ده كان جاي في توقيت واحد. لكن ده ما يعنيش غير ان احنا برضو خدنا بعض اجراءات لتحصين موقف شبابنا، ان احنا قلنا ان شاء الله فرص العمل هتبقى لابناء الاسماعيليه كاسبقيه اولى، وطول ما الشروط محققه ومتوفره في شباب الاسماعيليه فهو الاولى وهو له الاسبقيه في الحصول على فرصه العمل. الفرصه العمل اللي هتمنح لغيره
في حاله اذا كانت الشروط مش منطبقه على حد عندنا في الاسماعيليه، او ما فيش اقبال من شباب الاسماعيليه على نوع معين من المهن او نوع معين من الفرص، وما قدمش عليه. لكن طول ما احنا حريصين، يعني مش طبعا مش معقول هحجز فرص عمل لصالح حد. تمام. فهو بالتالي العامل الايجابي اللي يقدر يساعدني على كده ان يكون هناك اراده عند شباب الاسماعيليه في الحصول على هذه الفرص، وان يكون هناك اراده اخرى في التاهيل لهذه الفرص والاستعداد لها. في الحالتين دول الاسبقيه بالمنطق تكون لابناء الاسماعيليه. تمام. سيادة الوزير، الانتهاء من طريق الإسماعيلية فايد، متى يتم الانتهاء من الأعمال اللي بتتم في منطقة فايد في هذا التخطيط؟ لا احنا مستمرين، في بعض اعمال رصف شغاله، وفي بعض اعمال تطوير في الجزء الاخير من جهه الاسماعيليه، لكن احنا شغالين في الطريق. يعني انا تخيلي ان هو ياخد عام مالي كمان يعني. سيادة الوزير، شكر من المواطن الإسماعيلي ومن كل مرتادي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد المظهر الجميل اللي ظهر به هذا الطريق، والخضرة والإنارة اللي لأول مرة بتنار الأكثر من 35 كيلو الخاصة بمدينة الإسماعيلية وبمحافظة الإسماعيلية، وفيها خضرة وفيها جمال وفيها تطوير في الجزيرة الوسطى في الطريق. ومش هقول لسيادتك مدى الأمن والأمان اللي توفر في هذه المنطقة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، وشكر من كل مستخدمي الطريق وأنا واحد منهم. انا طبعا اولا اقدر اقول ان شكر على واجب طبعا، وعايز اقول ان انا بعتبر ان دي جزء كبير او الجزء الرئيسي من مكاسبنا من تنفيذ الانجاز اللي تم على ارض الاسماعيليه وفهم قناه السويس، وهو افتتاح قناه السويس. ده جزء من المكاسب الرئيسيه ان شاء الله. ده اللي مشجعنا بقى ان احنا نشتغل في الاماكن التانيه، لان طالما نقدر على هذا الشكل من الاداء وهذا النوع من العمل وبهذه الاحجام، يبقى نقدر ان شاء الله على اي حاجه في اتجاه كل اجزاء المحافظه باذن الله. سيادة الوزير ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، في نهاية هذا اللقاء بنشكر سيادتك فندم، ونتمنى دايما لسيادتك مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح لكي تعود الإسماعيلية مرة أخرى باريس الصغرى. شكرا سيادة الوزير. شكرا فندم.